يقول السائل هنا: شيخنا حفظكم الله، نريد شيئا من ترجمة ومواقف الشيخ ربيع في نصرة منهج السلف. كثير من ترجم للشيخ ربيع حفظه الله، وفي موقعه أيضا توجد ترجمة، وهي ترجمة قد كتبت قبل سنوات. على كل حال، شيخنا الشيخ ربيع من مواليد المملكة العربية السعودية، وقد ولد في جنوب المملكة في جازان، في قرية صغيرة، والآن هذه القرية ضمن مدينة صامطة، قرية صغيرة كانت يقال لها الجرادية. وقد ولد في سنة 52 و300، وتوفي أبوه وهو صغير، يعني كان يتيما حفظه الله، لكن أمه والدته قامت به أحسن قيام، ربته وعلمته ودفعته إلى حلق العلم، فحفظ القرآن وتعلم الخط والكتابة وهو في سن 8. بعد ذلك دفع إلى المعهد العلمي ودرس في هذا المعهد. هذا المعهد كان كبار أهل العلم يدرسون فيه، الشيخ حافظ الحكمي والشيخ محمد أمان الجامي، وكذلك أيضا الشيخ أحمد النجمي. كل هؤلاء كانوا من مشايخ شيخنا حفظهم الله، حفظ الله شيخنا ورحم الله الأموات. بعد ذلك لما درس وحفظ، درس العقيدة، درس الحديث، درس مصطلح الحديث، أخذ بلوغ المرام ونخبة الفكر وكثير من المتون. بعد ذلك رحل إلى الرياض ودرس فترة يسيرة. بعد ذلك لما سمع بالجامعة الإسلامية في المدينة النبوية رجع إلى المدينة ودرس فيها، وكان أول دفعة درست في الجامعة الإسلامية على كبار العلماء سنة 81 و300 و1000، يعني من الآن مرت أكثر من 60 سنة أو قريب 70 سنة. فتخرج من هذه الجامعة بعد 4 سنوات، وكان متفوقا في دراسته، بل كان الأول على الدفعة، أول طالب على الدفعة الشيخ ربيع بن هادي، وبعده بالترتيب الشيخ علي بن ناصر فقيهي رحمه الله، وهو من علماء المدينة وقد مات قريبا رحمه الله وغفر الله له. لما درس في الجامعة درس على الشيخ ابن باز، درس على الشيخ الألباني، درس على الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، درس على الشيخ صالح العراقي. كل هؤلاء ماتوا والله يرحمهم ويغفر لهم. ودرس على الشيخ عبد المحسن العباد، لأن الشيخ عبد المحسن التحق مبكرا في الجامعة من حيث الإعادة والتدريس فدرس فيها. كل هؤلاء درس عليهم واستفاد منهم وتفوق، ثم أخذ الماجستير، ثم أخذ الدكتوراه، وأخذ أرقى الدرجات، فأرقى وأعلى درجة في هذه الدراسات والسلم الأكاديمي وصل إلى أعلى هذه الدرجات، وهو ما يسمى بالأستاذ، البروفيسور، ويقال أستاذ كرسي. ألقاب هي وشهادات، لكنها سبب في أن طالب العلم أو الشيخ أو الدكتور ينطلق ويتمكن من الدعوة، وهذا مشاهد. إذن لما أخذ هذه الماجستير والدكتوراه لم يأخذها من الجامعة الإسلامية، لأن الجامعة كان في بدايتها لم تتهيأ ويترتب أمورها للدراسات العليا. ذهب إلى جامعة أخرى وهي جامعة الملك عبد العزيز، فأخذ الماجستير في سنة 97 و310، سنة 97 و300 و1000. بعدها ب3 سنوات 400 و1000 أخذ الدكتوراه، يعني قبل 46 سنة وهو دكتور. لما أخذ هذه الرسالتين، وكما أشرت هي انطلاقة للعلم وانطلاقة للتأليف ونشر الدعوة، وسبب أيضا في ذلك كله رسالته في الماجستير هي بين الإمامين مسلم والدارقطني. معروف أن الإمام مسلما رحمه الله في الصحيح، وكذلك الإمام البخاري في الصحيح، انتقدهم بعض العلماء على بعض الأحاديث وبعض الحروف، وأكثر الانتقادات في الأسانيد. وممن انتقدهم الإمام الدارقطني، وهو إمام العلل في زمنه،
علي بن عمر الدارقطني الشافعي، توفي سنة 85 و300، وألف كتابا عظيما من أعظم كتب الإسلام، هو كتاب العلل، طبع في 16 مجلد مع الفهارس، وله كتاب السنن في 6 مجلدات، وله كتب كثيرة، فانتقدهم. فجاء الشيخ ربيع وهو محدث فنظر في انتقادات الدارقطني لمسلم، هل أصاب في انتقاداته أو لم يصب؟ لهذا كالحكم بينهما، فينظر هل أصاب لم يصب، ثم يقول الحق مع مسلم، الحق مع الدارقطني، بتجرد وبعلم وببحث علمي. هذه الرسالة مفيدة جدا. بعض مشايخنا ممن درسونا وعلمونا في الحديث قالوا والله هذه الرسالة كانت فاتحة خير لنا، عرفنا علم العلل من هذه الرسالة. ومن هؤلاء المشايخ شيخنا مفلح الرشيدي رحمه الله، أيضا من علماء المدينة، وكان متخصصا في علم الحديث وعلم المصطلح، وله مؤلفات كثيرة ومطبوعة. أذكر لما أخبرني بهذا قال لي هذه الرسالة أقول لولا الشيخ ربيع لما جاء مفلح ولا ذهب، كما قال الدارقطني قال لولا البخاري لما جاء مسلم ولا ذهب، وهو تلميذه، والشيخ مفلح تلميذ الشيخ ربيع وهو شيخنا. لهذا أذكر مرة زرنا شيخنا ربيع، أذكر مرة كان معي شيخنا الشيخ مفلح وقال لي نريد زيارة الشيخ ربيع لأنه جاء المدينة لما كان في مكة، فذهبنا ودخلنا على شيخنا الشيخ ربيع، والشيخ مفلح رحمه الله كان أعمش لا يرى، فكنت أقوده حتى إذا أراد القراءة لا يتمكن من القراءة إلا إذا قرب الكتاب هكذا إلى عينه حتى يرى الكتابة. لهذا كنا نقرأ عليه. لما دخل وسلم على شيخنا ربيع سلم عليه وقال يا أستاذ الأستاذين، يا طبيب الحديث وعلله، دعني أقبل يديك، دعني أقبل رجليك، بعد أن قبل رأسه. مع أن شيخنا الشيخ مفلح قال لي الشيخ ربيع وفي المجلس نفسه قال لي هذا الرجل من الخبايا الذين في الزوايا، التقي النقي البعيد عن الناس الذين لا يعرفونه. وكان مجلسا علميا وسأله عن مؤلفاته وشيء من ذلك. فالشاهد أن هذه الرسالة، وأنصح كل طالب علم أن يحرص عليها، لا سيما من كان معتنيا بعلم الحديث وبمصطلح الحديث. إذن هذه رسالته في الماجستير. الدكتوراه حقق كتابا للحافظ ابن حجر في مصطلح الحديث، وهو من أعظم كتب الحافظ، النكت على ابن الصلاح. ابن الصلاح له مقدمة في المصطلح، جاء الحافظ ونكت وعلق عليها، فجاء الشيخ ربيع وحقق هذا الكتاب وطبعه في مجلدين وهو مطبوع. أما باقي المؤلفات فهي كثيرة جدا. والشيخ صالح العراقي كثير منكم قد لا يكون سمع به أو لا يعرفه، هو من العلماء وتوفي قبل أكثر من 40 سنة. وأذكر مرة كنت مع شيخنا الشيخ ربيع قال لي من أعلم الناس بالبدع وبضوابطها وأصولها رجلان، الشيخ الألباني والشيخ صالح العراقي. فهذا الشيخ درس أيضا في الجامعة ودرس عليه الشيخ ربيع واستفاد منه، وأظن توفي سنة 400 وألف، يعني أكثر من 40 سنة. أما بالنسبة للشيخ ربيع مؤلفاته كثيرة جدا، لو جمعت مؤلفات الشيخ وطبعت في مجموع واحد قد تصل إلى 50 مجلد لكثرتها، ولأنه من العلماء المعروفين بكثرة التصنيف. هذه الرسالة الماجستير ورسالة الدكتوراه، وأيضا مما حققه تحقيقا كتاب الحاكم المدخل في 3 مجلدات وهي 4 أجزاء، وحقق كتاب الوسيلة التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام تيمية، وله قصة جعلته يحقق هذا الكتاب. وألف أعظم كتاب في المنهج، لا سيما في هذا الزمن وبشهادة العلماء يحتاجه بعد أن ظهرت هذه الفرق وانتشرت، لا سيما الإخوان والسرورية والقطبية، منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله. لما قدم له الفوزان الشيخ صالح حفظه الله أثنى عليه
وقدم بمقدمة طويلة ولخص شيئا من الكتاب. أيضا من كتبه منهج أهل السنة أو منهج الإمام مسلم في صحيحه، ومنهج أهل السنة في نقد الطوائف والرجال، وهو أيضا من أجمل الكتب، من الكتب المنهجية المفيدة التي ينبغي بل قد يجب على طلاب العلم أن يقرؤوها ويستفيدوا منها ويفهموها حتى يعرفوا المنهج السلفي. فكتب الشيخ ربيع لو كان تقدم به الزمان لكان في مصاف العلماء الكبار، تأخر به الزمان فكتب لنا لما ينفع هذا الزمن ولما يفهمه أهل الزمن، وإلا هو والله يمثل في هذا الزمن مع إخوانه العلماء، هم علماء الدنيا كشيخ الإسلام في زمنه وابن القيم، وهكذا كلما ارتقينا قرن بعد قرن. كما قال أحدهم في شيخ الإسلام، قال لو تقدم الزمان بشيخ الإسلام لكان في مصاف الأئمة الأربعة، وهكذا الشيخ ربيع لو تقدم به الزمان لكان في مصاف شيخ الإسلام وابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم. لهذا لما التقى به الشيخ عبد السلام برجس رحمه الله وقد توفي، قال له، قال يا شيخ ربيع سيأتي يوم سيبحث الناس عن كتبك كما بحثوا عن كتب شيخ الإسلام تيمية، هكذا قال له. كذلك من كتبه النفيسة، وبعضها مؤلفات صغيرة لكنها نفيسة وجميلة ومفيدة، مكانة أهل الحديث، رسالة صغيرة من أجمل ما كتب حفظه الله. أما الردود فردوده كثيرة، تميز بهذا الأمر، الرد على أهل الباطل وأهل البدع وأهل الضلال من الروافض والصوفية والإخوان والقطبية والسرورية، وممن عرف من أشخاص بأعيانهم ينتسبون لهذه الفرق فيؤصلون أصولا مبتدعة، لبسوا على الناس، خرجوا على ولاة الأمر، أفسدوا أصول أهل السنة عند الناس، فانبرى لهم الشيخ ربيع والشيخ محمد أمان، حتى الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين لما كانوا يردون على هذه الأصول ويبينون فسادها. لكن كان الشيخ محمد أمان والشيخ ربيع يرون أنه لا بد من التسمية حتى يعرف الناس أين هذا الضلال وأين مكمنه، ومن الذي ينطلق ويحارب أهل السنة باسم أهل السنة. فكان المشايخ يحبون هذا من الشيخ ربيع، فالشيخ ابن باز كتب له قال رد على فلان، بل لو أخطأ ابن باز رد عليه يا شيخ ربيع، وقد سمعنا هذا من الشيخ ربيع حفظه الله. الشاهد أن ردوده كثيرة، ومن أجمل ردوده والتي قال بعض أهل العلم عنها بسبب هذه الردود أسقط الشيخ ربيع الفرض عنا لأنه كفانا، فكان فرضا كفائيا، لو لم يرد الشيخ ربيع لكنا آثمين. ومنها الردود على سيد قطب، وهي للحمد لله كثيرة نافعة، كتب نافعة، على رأسها كتاب أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره، والقواصم أو ماذا العواصم مما في كتب سيد قطب من القواصم. هذا الكتاب لما وصلت إلينا مكتبة الشيخ الألباني رحمه الله، قد أوقفها في الجامعة الإسلامية، أول ما وصلت ذهبت إلى المكتبة ودخلت ونظرت فيها، وكنت أطلع على كتابات الشيخ وتعليقات الشيخ الألباني، هي كتب الشيخ ناصر التي كان يقرأ منها ويستفيد منها ويؤلف، فوجدت هذا الكتاب مع الكتب العواصم مما في كتب سيد قطب من القواصم. فماذا وجدت بخط الشيخ الألباني؟ يشكر الشيخ ربيع في آخر الكتاب بخطه: كل ما رددته يا شيخ ربيع حق وصواب، فقد بينت لنا أن سيد قطب جاهل في أصول الدين وفي فروعه، ما يعرف شيئا. وهذا من باب ذكر الفضل لأهله، ولا يعرف الفضل لأهله إلا ذووه. رحم الله الشيخ الألباني، وهو الذي أطلق على الشيخ ربيع بقوله أو وصفه بقوله حامل راية الجرح والتعديل، يعني هذا العالم وهو من تلاميذه، هذا إذا تكلم في الجرح والتعديل هذا حامل الراية، كما كان في ذاك الزمن شعبة ويحيى بن معين وأحمد
وكل في زمنه وفي عصره. كذلك في هذا العصر هذا الذي هو يحمل راية الجرح والتعديل، لأنه عندما يتكلم بضوابط وأصول أهل الجرح والتعديل. لو كان يخالف أصول أهل الجرح والتعديل لما أقره الألباني، والألباني إمام من أئمة المحدثين ويعرف الضوابط والأصول، بل لا يوجد أعلم منه في هذا العلم، أي علم المصطلح والحديث والجرح والتعديل، فيشهد لتلميذه بأنه قد تخصص في هذا. لهذا هذه الكلمة أزعجت أهل البدع وأزعجت أهل الضلال أيما إزعاج. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن الشيخ ربيع قد رد عليهم ورد على كبرائهم وسادتهم من أهل البدع والضلال. فالشيخ الألباني بعد ذلك رموه بالإرجاء، ولم يدافع عنه وينبري لهؤلاء إلا الشيخ ربيع، انبراء ودفاع الشيخ ربيع. أما العلماء الكبار دافعوا وبرؤوه من الإرجاء، كالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وكثير من العلماء الكبار رحمهم الله. إذن هذه بعض الكتب، لأن الكتب كثيرة التي رد على سيد قطب. عنده كتاب آخر الحد الفاصل بين الحق والباطل، رد فيه على بكر أبي زيد عندما أخطأ ودافع عن سيد قطب. وأيضا له رسالة جميلة جدا، ينبوع التكفير، بين أن هذا الينبوع يجب معرفته ويجب ردمه، وبين في هذا الكتاب أن ينبوع التكفير هو سيد قطب. لا يوجد تكفير مثل التكفير الذي يوجد في كتب سيد قطب، يكفر الأمة كلها والمجتمعات الإسلامية كلها، وما كان يصلي الجمعة مع الناس لأنهم يراهم كفارا. وزد إلى ذلك أنه حتى المؤذن الذي يؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله كافر، وأشد كفرا من الكافر الأصلي، لأنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وهو لا يعرف الحاكمية، إذن هو كافر. هكذا صرح، اقرأ في الظلال في سورة يونس والتوبة والأنفال 150% تكفير. لهذا لا تستغرب عندما ترى هؤلاء الدواعش والقاعدة والنصرة وكل هذه الفرق الضالة الهالكة من الخوارج وغيرهم قد تأثروا بهذه الكتب، فدماء وقتل وتفجير. وإذا سألتهم وجدت معهم الظلال، وجدت معهم معالم في الطريق، وهو أصول ألف فيها سيد قطب أصول التكفير، معالم في الطريق. ومن كتبه أيضا التي رد فيها على سيد قطب كتاب خاص في الصحابة، مطاعن سيد قطب في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه فقط التي فيها الرد على من؟ على سيد قطب. أما ردوده رد على الغزالي، رد على سلمان العودة، رد على عبد الرحمن عبد الخالق، رد كذلك أيضا على عدنان عرعور وعلى عبد اللطيف باشميل وعلى موسى الدويش. وكل هذه الردود مطبوعة ومخدومة وفيها أصول أهل السنة، وكل من قرأ هذه الردود استفاد وعرف منهج أهل السنة، لأن هؤلاء أهل ضلال مشوشون يغيرون هذه الأصول بتلبيس، فيلبسون الحق بالباطل. فيأتي عالم مثل الشيخ ربيع وهو حامل راية الجرح والتعديل فيكشف هذا الضلال. وكم والله من مسائل يأتي أناس ونسمعهم ويقولون للشيخ والله يا شيخ ما كنا نعرف هذه المسألة حتى قرأنا ردك على فلان، كخبر الآحاد وقاعدة التثبت. رد الشيخ على الحجوري والمأربي، ورد على أيضا حسن فرحان المالكي الذي شوش على دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. وكل هذه الردود مطبوعة. ولهذا نحن نقول لأهل البدع والضلال هذه كتب الشيخ ربيع، هذه مصنفاته، رآها العلماء أثنوا عليها. كل من عرف الشيخ ربيعا من أهل السنة عرفوا علمه وعرفوا مصنفاته وكتبه ومؤلفاته فأثنوا عليه. فهذا الميدان تفضلوا، لا تجد من هؤلاء إلا السب والطعن والتشويش. مرة يقولون هذا جاسوس، ومرة يقولون هذا مع المخابرات المصرية ولا السعودية ولا الإيطالية، ومرة يقولون هذا مرجئ مع الحكام. وهكذا من الطعونات. طرد من المدينة، طرده الأمير فلان أو طرده فلان الفلاني لأنه تكلم في فلان، أصابه الله بكذا وكذا، صاحب مجالس سرية كطريقة الخوارج. كل هذا كذب.
وأتحدى أهل البدع والضلال أن يأتوا بدليل على هذا الذي يقولوه، إنما والله هو الكذب والضلال، ما صدقوا وما كانوا صادقين. افتح الآن هذه المواقع، اكتب بس اسم ربيع وانظر مواقع أهل البدع إلى اليوم إلى هذه الساعة وهي تتداول هذه الطعونات في هذا العالم، فكم له من الأجور والثواب، لأنه ما من شخص يطعن فيه فيوم القيامة ليس ثم دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. وفي المقابل كم من أناس اعتذروا منه وجاءوا يطلبون أن يحللهم، طائفة تقول والله ما كنا نعرف، وطائفة تقول غشونا وخدعونا، ومنهم من أرسل معي هذا، فكنا نأتي لشيخنا نقول يا شيخ فلان الفلاني تواصل معنا أو طلب منا، فيغفر الشيخ ويسامح ولا يلتفت ولا ينتقم. في أزمة الخليج جاءت قضية الاستعانة بالمشركين، كتب رسالة وهي رسالة لطيفة وصغيرة، صد عدوان الملحدين، بين فيها بالأدلة، مع أن العلماء الكبار قد أفتوا، فأيد هذه الفتوى وأفتى لكن في كتابة خاصة حفظه الله. كذلك أيضا من أجمل كتبه وهو اسم على مسمى المحجة البيضاء، أنصح طلاب العلم أن يدرسوه وأن يقرؤوه فيما بينهم أو حتى في الدورات وفي غير ذلك. وزد إلى ذلك أيضا كتابه النصر العزيز، وكتابه أيضا التعصب الذميم، رسالة جميلة تبين ما يتعلق بتعصب أهل الأهواء والبدع والضلال. وكم رأينا هؤلاء، والله بعضهم يأتي عند الشيخ ما يمنع أحدا من بيته ولا يطرد أحدا، حتى لو جاءه بعض هؤلاء الضائعين أو الملبس عليهم أو حتى المبتدعة يجلس معهم ويناقشهم ويناظرهم ويقيم عليهم الحجة في أي مكان. ونراه والله في المسجد النبوي أو في المسجد الذي قريب من بيته ما يرد أحدا ولا يفر من أحد، يسمع ويناقش ويناظر ويعلم. لهذا مرات وكرات ونحن نراه وهو يأمر بالمعروف في كل مكان، في المسجد، في الشارع، في المطار، في ساحة الحرم، يرى منكرا يرى شيئا يتكلم. يعني في ساحة الحرم كان إذا دخل وراء الناس تصور ينصح ويرفع صوته حتى يسمع الكل في ساحة الحرم. أول ما يأتي إلى الساحة يدخل المسجد يرى رجلا يصلي خلاف السنة يعلمه ويقول افعل كذا في السجود، لا تفعل كذا، يدك لا تضعها هنا عند السجود أو عند الركوع. كل من يراه، يرى شابا صغيرا قد يصلي بجانبه لم يغطي رأسه، يقول له ليش ما تغطي رأسك في الصلاة، غطي رأسك. وهكذا كثير من المواقف رأيناها مع الشيخ. مرة أذكر كنا في المطار فرأى بنتا صغيرة هي لم تبلغ لكن يعني على العاشرة أو أقل من ذلك، ورأى شعرها مفتوحا فنصحها يا ابنتي غطي رأسك، تعلم الحجاب، أين أبوها أين أمها علموها، فنصحها الشيخ وهي تسمع. وهكذا حفظه الله كان نصوحا وكان وقافا، إذا علم أن هذا الشيء أخطأ فيه الشيخ فإنه يرجع ويكتب إذا كان هذا الشيء منشورا. وأذكر مرة كان مع أحد طلاب الذين زاروه فقال بلغني عنك كذا وكذا، فبكى هذا الطالب، بقي في المجلس يبكي، فقال له لما تبكي؟ أنا سألتك سؤالا دافع عن نفسك، أنا أقول بلغني عنك. فقال يا شيخ والله هذا غير صحيح. قال له إذن أنت فعلت كذا؟ قال نعم أنا فعلت هذا وهذا الشيء طيب. قال أين فعلت؟ عندك صوتية؟ عندك كتابة؟ قال نعم. قال أسمعني، فأخرج الصوتية للشيخ فسمعها، فقال له أحسنت وسامحني يا بني، مع أن الشيخ ما ظلمه ولا آذاه ولا نهره، إنما سأله، قال بلغني عنك كذا وكذا. هذا الطالب بقي يبكي ما استطاع أن يتكلم. وهكذا كل من يدخل عند الشيخ والشيخ يعرف عنه شيئا يستره وينصحه ويوجهه ويصبر عليه ولا يتكلم عليه. كم طعنوا في الشيخ أنه عجول ويتكلم في الناس ولا يصبر، كل هذا كذب. ما يتكلم إلا بعد أن يرى أن هذا الرجل بعينه فرق أهل السنة وظلمهم وآذاهم، وهذا أنتم تعرفوه
وكثير من الفتن عاصرتموها ورأيتموها. إذن هذه بعض مؤلفات الشيخ حفظه الله، كذلك من أجمل ردوده وهي كذلك في مصطلح الحديث، لما رد على المليباري ورد على أبي غدة ورد على محمد عوامة ورد على الحجوري في الإصابة. أما مسألة يعني بكاء الشيخ ورقة الشيخ دمعته في عينه، كم من مجالس والله ونحن معه والشيخ يتأثر ويبكي. كنت معه مرة وحدي أنا والشيخ، ما معنا أحد، فذكر أمرا يتعلق بالصبر والدعوة والتآلف ولا بد أن يجتمع أهل السنة، ثم ذكر بعض مشايخه، وأظنه أيضا من مشايخه الذين ذكرهم الشيخ صالح العراقي وغيره، ثم وهو يتكلم بكى على ما يحصل من بعضهم، كيف يحبون الفرقة وكيف لا يريدون الاجتماع إلا بأذية أهل السنة والطعن في أهل السنة. ومرة وهو يقرأ من كتابه وأنا بجانبه أستمع له، يقرأ من كتابه في الرد على الروافض في طعنهم في عائشة، فكان يذكر كلامهم من كتبهم ثم يرد، والكتاب مطبوع قد انتشر، لكن الشيخ كان يحتاج أن يقرأ فيه في هذا الموضع. فلما قرأ طعوناتهم في عائشة تأثر من كلامهم الخبيث الفاجر، كفرة فجرة، وهم يطعنون في أعظم عرض النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كما أشرت شيء كثير، وكما أشرت أيضا محبته لأهل السنة ودفاعه عن أهل السنة ورفع الظلم عن المظلومين ولو كانوا صغارا. والله لو كان من أصغر الطلاب ووقع عليه ظلم لا يسكت الشيخ ربيع، فيه من الكرم، فيه من الشجاعة. أذكر مرة جاء طالب من الطلاب وأنا مع الشيخ، فسلم على الشيخ، فنزل إلى يد الشيخ وقبل يد الشيخ، والشيخ لا يحب أن أحدا يقبل يده إلا طلابه المقربون له، هؤلاء الشيخ يأذن لهم، فهذا نزل بالقوة وقبل يده وسجد على يد الشيخ، فغضب الشيخ غضبا شديدا. يعني هو أولا ما أذن له ولا يحب أن يقبل يده، فكيف بالسجود على اليد؟ فزجره ونهره وقال: أنت سلفي ولا صوفي؟ نحن سلفيون ولا صوفيون؟ كيف تفعل هذا الفعل؟ أخطأت. وقال: اعذرني يا شيخ وسامحني. فالشيخ بعد ذلك علمه وقال: لا تفعل هذا ولا تعود إليه. إذن هذا الذي يتعلق بسيرة أو مواقف، وهي قليلة جدا، نحن ما لازمنا الشيخ كثيرا أو أننا نتبجح أننا من أوائل الطلاب. عرفنا الشيخ من زمان ونحن في اليمن، وأول لقاء بالشيخ كان 1419، نحن في المدينة وهو في مكة، لكن كنا دائما نزوره، ثم انتقل إلى المدينة وكانت هنا الملازمة أكثر، حفظه الله ورعاه.